كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. حكايتنا النهاردة عن ولد وبنت. الولد ده ممكن يكون انت، والبنت دي ممكن تكوني انتي. كلنا عندنا اختلافات، ممكن تكون مع مامتنا أو بابانا. دايما بيكون ماما عايزة حاجة معينة، وبابا ممكن يكون بيزعق على حاجة واحنا مش فاهمين هو ليه بيزعق عليها. ليه بابا رافض الحاجة دي؟ ليه ماما مش عايزاني اعمل الحاجة دي؟ الحاجة الوحيدة اللي لازم نتفق عليها ان ماما وبابا هما اكتر ناس بتحبنا، حتى وهم متعصبين، حتى وهم مش بيدونا مثلا فرصة ان احنا نقول الحاجة اللي احنا عايزينها. لازم نبقى عارفين ان في سبب ورا كل حاجة. يعني ماما مش بتمنعك عن حاجة الا علشان شايفة ان الحاجة دي ممكن تكون مؤذية او حاجة ممكن تكون وحشة، وبابا كذلك. مفيش حد على وجه الارض ممكن يحبك زي مامتك او باباك بيحبوك. بس في طريقة حلوة نقدر ان احنا نوصل بيها للحاجة اللي احنا عايزينها من غير ما نختلف او نزعل مامتنا او بابانا. ايه هي الطريقة دي؟ الطريقة دي ان انا اقدر اعبر عن الحاجة اللي انا عايزاها بشكل واضح. لما انا اعبر عن مشاعري بطريقة واضحة، ده بيوصل في النهاية لحل وسط. ممكن ساعتها مامتك او باباك او مامتك وباباكي يقدروا يفهموكي اكتر. لازم اقدر اعبر صح عن مشاعري. لما اكون زعلانة، لما اكون متضايقة، لما اكون مبسوطة، لازم اعرف ازاي اعبر عن مشاعري. الانسان اللي بيعرف يعبر عن مشاعره ده بيقدر يكسب حاجات كتير جدا، ومش اي حد يقدر يعبر عن مشاعره بصراحة. وعلى سبيل المثال خلينا نقول اول حاجة نقدر نعبر عنها، نعبر لمامتنا وبابانا عن حبنا ليهم. نقول لهم ان احنا بنحبهم دايما وعلى طول. نعبر عن ده بان احنا نساعد مامتنا في حاجات كتير. حاجة اللي نقدر نساعد ماما فيها نساعدها، نسمع كلامها، نحاول نفهم احنا بطريقة او بأي حاجة ليه مامتنا زعلانة. نحاول نكون كويسين وبنسمع الكلام. في حاجة مهمة قوي لازم نفهمها. لازم نعرف ان كل واحد فينا بما فيهم ماما وبابا، كل واحد بيعبر عن حبه لينا بطريقة معينة. يعني ماما لما بتحب تعبر لك عن حبها ليك ممكن تجيب لك الحاجة اللي نفسك فيها. ممكن ماما تانية تقولك ان انتي شاطرة وتشجعك معنويا دايما، وتبقى جنبك في كل الأوقات وبتشاركك كل الأوقات. وممكن ماما تانية خالص تعبر عن طريقة حبها ليك بطريقة مختلفة. يعني كل واحد فينا بيعبر عن حبه لينا بطريقة معينة. فلازم نعرف في كل الأحوال إن ماما وبابا بيحبونا. بابا بيعبر بطريقة وماما بتعبر بطريقة، بس في النهاية بيحبونا جدا كمان. ومش ممكن يستحملوا إن هم يشوفونا زعلانين أو تعبانين، لكن هم عايزيننا نكون أحسن، عايزيننا نبقى شاطرين، عايزيننا نبقى صحتنا كويسة. يعني فناكل حاجات صحية، ما ناكلش على طول شيبسي وبيبسي والحاجات الوحشة دي. الحاجات دي كلها بتأذينا. فماما لأن هي خايفة علينا وعايزانا نبقى صحتنا كويسة ممكن تزعق، ممكن تقولك بلاش الحلويات، ممكن تمنعك عنها، ممكن تمنع عنك المصروف. كل ده علشان هي بتحبك.
خايفة عليك، انت كمان لازم تقدر ان ماما خايفة عليك. هنكبر سنة ورا سنة وهيبقى عندنا صحاب وأصحاب كتير، وهنعرف ناس كتير، وهنعرف ناس ونقرب من ناس، ويبقى عندنا صحاب وصحاب تانية هتمشي بعيد، وهيفضل في النهاية أكتر اتنين حبونا فعلا هما بابا وبابا، وهما أكتر ناس خافوا علينا، وهما أكتر ناس هنزعل معاهم، وهنعرف برضو مع الوقت إن هما بيحبونا. طب الصحاب بقى، الصحاب اللي احنا بندخلها بيتنا وبنلعب معاهم وبنخرج معاهم، الأصحاب دي لازم تكون شبهنا. يعني ايه شبهنا؟ يعني تكون أخلاقهم زي أخلاقنا، يكون مستواهم زي مستوانا، يعني ناس زينا. مستواهم هنا مقصود بيها الحالة اللي احنا عليها بالظبط. يعني احنا لو ناس بتصلي مثلا، تمام، لو احنا ناس على طول بتحافظ على الصلاة، ينفع اروح اصاحب واحد ما بيصليش اصلا؟ طب ما انا هبقى زيه. في حاجة مهمة جدا لازم دايما نفتكرها، ان المرء على دين خليل. يعني الصاحب مراية ليا، صاحبي اللي انا ماشي معاه ده مراية ليا، لازم المراية دي تكون نظيفة تماما تماما، توريني الحاجة اللي فيا مظبوطة، ما تجاملنيش. ولازم كمان تكون شبهي، ينفع اكون انا حاجة وهي حاجة؟ مستحيل. المراية دي بتكون انعكاس ليا، يعني انا لازم اعرف ناس زيي. لو انا بحب اصلي ودايما بحافظ على الصلاة ودايما بقول الأذكار ودايما بخاف من ربنا، فلازم أعرف صحاب يكونوا زيي. لقيت إن صاحبي بيشجعني وبيقولي يلا نصلي، أعرف إن هو صاحب كويس ليا. طب صاحب تاني عندي أنا بحبه جدا وبنلعب سوا كتير، لقيت إن صاحبي ده بيشجعني إن أنا مصليش، يعني أقوله يلا نصلي يقولي كمان شوية. طب يلا نصلي دلوقتي، يقولي هو احنا لازم نصلي؟ طب ما تيجي نصلي بعدين. ولا يقولي تعالى نلعب احسن، اقوله يلا نذاكر، يقولي لا تعالى نخرج. فكده معنى كلامي ان انا صاحب كويس ليه، لكن هو للأسف مش صاحب كويس ليه. انا بفكر في حاجة في الخير ليه، لكن هو مش عايزني ابقى كويس. وهيجي وقت ولو اختار بين حاجة حلوة ليه ولا ليا، هيختارها لنفسه. فلازم نختار أصحابنا كويس قوي. ولو في مرة حسينا إن الصاحب ده هيأذينا أو معرفته لينا مش هتفيدنا ومش هتضيف لنا حاجة، يبقى بلاش نقرب منه، أو على الأقل ننصحه إن هو يتغير. لو بيعمل حاجة وحشة، لو بيعمل حاجة وحشة واجب عليا إن أنا أنصحه، لأن الأصحاب بجد هي اللي بتنصح بعض، وهي اللي بتغير بعض، وبتقف جنب بعض في كل وقت، بالأخص في الأوقات الصعبة. يعني في النهاية كده كل الحكاية وكل اللي عايزين نقوله إن ماما وبابا هم أكتر ناس بيحبونا، وبس كده.